بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الطب في الدراما المصرية. النهاردة هنتكلم عن زميلات المهنة من التمريض. طبعا التمريض جزء مهم جدا 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 في المنظومة الطبية، ولا يستقيم الطب بدون تمريض على الإطلاق، بالذات في الأمور اللي محتاجة تدخل جراحي أو شبه جراحي أو في الحالات الحرجة والكلام ده كله. وعدم وجود تمريض أو عدم وجود تمريض بكفاءة عالية ممكن يبقى مشكلة كبيرة جدا. وإحنا في مصر ينقصنا يعني كفاءات عالية في التمريض، محتاجين نزود كفاءتهم وعددهم الاتنين. يعني هم عددهم اولا قليل مش كافي، وكفاءتهم في ساعات ما بتكونش بالقدر الكافي من الكفاءة. لكن طبعا اكتر او من اكتر الاجزاء المطحونة واللي بنيجي عليها في المنظومة الطبية هي التمريض. العملية ممكن الدكتور يعملها في نص ساعة او في ساعة او في 10 ساعات، لكن اللي بيقعد مع المريض اسبوع واتنين بعدها هي الممرضة. فلو لم تكن الممرضة مؤهلة تأهيلا كافيا ومدربة تدريبا عاليا، ممكن تعمل مشكلة أو يحصل منها يعني أو طبعا مش بسببها هي، طبعا بسبب إن المنظومة كلها مش مؤهلة بشكل كافي. فده ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة. فيعني إحنا بنحاول طبعا، والدنيا يعني في تحسن مع الوقت وفي تطور مع الوقت، لكن ما يزال قدامنا كتير قوي في تطوير المنظومة التمريضية. طبعا موضوع ان تتحول من مدارس الى معاهد ثم الى كليات دلوقتي، طبعا خريج الكلية هيبقى متعلم بشكل علمي اكتر وعنده دراية او عندها دراية اكبر من خريجة المدرسة. المشكلة ان التمريض في الدراما يعني دايما بيجيبوا نماذج سيئة جدا ومشوهة جدا من التمريض. انا مش عارف ان هم بيجيبوها كده ليه وازاي يعني، ويعني مش فاهم ايه الفكره في كده. دايما يجيبوا ممرضه يا اما مقنتمه مع الدكتور، يا اما متجوزاه عرفي، يا اما ماشيه شمال، معرفش ليه. يعني هنا دي جايب لك صوره، طبعا دي صوره على الفيسبوك، جايب لك مقارنه بين صوره الممرضه في الدراما وبين صورتها الحقيقيه. دي ممرضه حقيقيه، في طبعا شايله طفل مش ابنها ولا حاجه، هي مجرد هي يعني في النبطشيه بتاعها، والطفل ده لسبب ما محتاج يركب كل الحاجات دي، وهي مركبه له وشايلاه على صدرها او على حجرها لغايه لما يخلص العلاج بتاعه، او لغايه لما تخلص نبطشيتها وتسلمه لحد تاني غيرها. طبعا لان الطفل المفروض يكون في وضع معين وممسوك بشكل معين، ولان ما ينفعش يبقى يتحرك فحاجه تبوظ منه او حاجه تتفك منه، فهي مضطره انها تشيل بهذا الشكل لساعات وساعات. وطبعا ما ننساش صورة الممرضة الشهيرة جدا اللي يعني كانت أيقونة في وقت الكورونا، لما حصل نقص في أحد المستشفيات في الأكسجين والمرضى للأسف توفوا. شايفين الممرضة دي يعني كأن اللي مات حد من أهلها مثلا. فيعني المنظومة التمريضية في مصر بخير، محتاجة تطوير، ومحتاجة كتير من التطوير والتأهيل، ومحتاجة كتير من الأعداد الزيادة الجديدة في الممرضات والممرضين. بالمناسبة في ممرضين رجالة، بس طبعا الأغلبية في الممرضات. ومش معنى انه في واحدة مثلا ممرضة كانت مش كويسة ان احنا نطلق الكلام ده على الكل. نفس فكرة التعميم، مش معنى ان دكتور طلع كذا يبقى كل الدكاترة وحشين. مش معنى ان مهندس غش في العمارة يبقى كل المهندسين غشاشين. انا مش عارف يعني، هي الدراما بحجة ان انا بصور سلبيات الواقع، الظاهر ان هما بينسوا يكلمونا عن ايجابيات الواقع. دي كانت حلقة سريعة من الطب في الدراما المصرية، وألتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.